السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحي بدري عن الميعاد المعتاد، نزل بدري عن الميعاد المعتاد علشان البصمة، مش ناقصين غتاتة بقى على الصبح. وكنت هخبط توك توك من شوية وانا برجع بظهري عشان هو اصلا سواق حمار ماشي لازق في صف العربيات اللي راكنة، فانا يا دوبك بس ايه رجعت سنتي بس فلمسته وهو ماشي. طبعا هو فداني، بس ما هو انت اللي حمار، ما انت اللي لازق في العربيات. انا يعني انا بقى اللي بيخرج بعربيه من ركنه انا برجع سنه، فانا رجعت سنه وقفت، ومع ذلك برضه هو ايه يعني لمسني، بس ما اتكلمناش بقى، اصلا ما حصلش حاجه يعني. لا انا اتكلمت وهو حتى واقف بص كده وانا بصيت ما لقيتش حاجه، فكله قاعد راح في طريقه، ما اتكلمناش ما قلناش حاجه، ما كانتش مستاهله الكلام. احنا لسه الصبح بس الشوارع فاضيه عن المعتاد، الشوارع تقريبا شبه فاضيه مفيهاش حد. كويس عشان نبقى براحتنا. المهم ان انا جت في بالي حاجه امبارح بقى بمناسبه الكاميرا والتصوير، هو انا ليه اصلا من الاول ما عملتش كده؟ يعني انا كان بيبقى عندي مشكله كبيره جدا في التصوير ان انا ما عنديش وقت. ليه بقى؟ لان انا لسه هعمل سيت اب، يعني هصور. انا كنت بصور في البيت، فلسه هظبط الدنيا ولسه بقى اجهز واعمل واسوي واقعد اصور ومنتج. ما عنديش وقت للكلام ده، حين ان انا عندي وقت كبير في العربيه. طب ليه ما بستغلش؟ يعني ليه ما جاتش الفكره؟ بس هو سبحان الله كل شيء باوان، كل شيء باوان. لما انت تكون جاهز الفكره هتجيلك كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ما وقت اهو انا موضوع التصوير في العربيه ده وفر لي وقت كبير جدا جدا جدا، وسهل عليا حاجات كتير جدا على فكره. يعني حاجه من الحاجات اللي كنت الواحد بيحمل عبئها، يعني الاضاءه مثلا. لا خلاص انا بصور في العربيه عادي. الدوشه في البيت خلاص انا اصلا بصور في الدوشه. يعني الوضع دلوقتي الطف بكتير واسهل بكتير والذ بكتير من الوضع زمان. بس ده طبعا بيعني ان انا لو انا في حاجه في دماغي عايز اصورها ان انا مش هعرف اركب حد معايا العربيه. برضه حاجه من الحاجات، يعني الراجل ماشي في نص الشارع، ناس لذيذه والله، ماشي في نص الشارع وعنده رصيف عملاق اهو، انما هو لازم يمشي في نص الشارع. معرفش ايه السبب، يعني هيطير ولا ايه انا مش عارف، بس هي بتبقى مزاج عند الناس انهم يمشوا في نص الشارع. خصوصا ده شارع فردي، يعني انت لو حد يعني اتفاجئ بيك قدامه وحب يفاديك هينزل في البحر، بس عادي مش مهم ينزل في البحر، المهم ان انت تمشي في نص الشارع وتتبسط. زي الحوادث بتاعه الموتوسيكلات بتاع اسكندريه بتاع العربيات بتاع الناس اللي بيعدوا الكورنيش. انا افتكر اول مره رحت فيها اسكندريه لوحدي، كنت كبير ما كنتش صغير، كنت بشتغل يعني، كنت كبير، كان عندي يمكن 24 سنه ولا حاجه. اول مره اروح لوحدي، دايما بروح بعربيه، فما ما 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 خضتش تجربه ان انا اعدي الكورنيش اصلا. في ولا مره من المرات اللي انا رحت فيها كان دايما معايا عربيه، فبتتحرك بالعربيه، بتلف بالعربيه، بتمشي بالعربيه. اول مره رحت لوحدي بقى رحت مواصلات مش عربيه، وبعدين ايه عايز اعدي الكورنيش، فانا واقف عمال ابص للكورنيش، انا ما اعرفش بقى انا مش من اسكندريه، فواقف عمال ابص للكورنيش اقول الله استحاله الناس يكونوا بيعدوا الطريق ده زي عندنا كده ما يبقى بنعدي طريق العربيات، استحاله، مش ممكن. ده العربيه اللي ماشيه بالراحه ماشيه على 100 كيلو، يعني استحاله، وانا استحاله اكون اسرع منها. اكيد في طريقه الناس دي بيعدوا بيها الكورنيش. انا طبعا عارف الموضوع ممكن يبقى كوميدي، انت حمار ولا ايه يا عمرو ما فيها انفاق، ما انا ما اعرفش بقى، ما انا مش من البلد، انا غريب عن البلد ما اعرفش. وبعدين ايه يعني الانفاق مش قريبه قوي من بعض، انا ما كنتش شايف اي حاجه، فقلت لا انا مش هعدي الطريق بالطريقه دي، انا مانيش هعدي الطريق بالطريقه ديت تحت اي ظرف من الظروف، مش استحاله. فقلت طب هعمل ايه؟ هتعمل ايه يا عم عمرو؟ خلاص انا هتمشى لحد ما ربنا بقى يفرجها، يعني ربنا يفتح عليا كده من عنده والاقي سكه ايه اتصرف بيها، يعني الاقي طريقه الناس دي بيعدوا بقى الطريق، الاقي بقى كوبري، الاقي نفق، الاقي اشاره مرور، ما انا ما استحاله يعني. لحد فضلت اتمشى لحد ما لقيت بتاع كده، طبعا برضه ما كنتش عارف ان هو نفق، بس بتاع نازل تحت الارض، قلت يا عم انزل تعال ما نشوف في ايه تحت الارض كده، لقيته نفق، عديت الطريق. فالبني ادم يعني لازم بني ادم يبقى عنده مخ بيشتغل، يعني حتى لو انت غريب عن المكان يعني ما تبقاش حمار بقى، يعني انت لازم يبقى عندك مخ بيشتغل.
يعني لا يعقل ان الناس بتعدي الطريق كده، استحاله. فالبني ادم لازم يبقى عنده مخ يعني يفكر بيه، عشان ما يأذيش ايه؟ عشان ما يأذيش البني ادمين، عشان ما تأذيش خلق الله. ده ياخدنا لحادثتين حصلوا في اسكندريه. الحادثه بتاعه الاسره الله يرحم اللي مات فيهم، اللي كانوا بيعدوا الطريق، ويعني الله يرحم اللي ماتوا فيهم في الاول والاخر، وده قدرهم، ولكل اجل كتاب، وربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب. يعني اللي انا بقوله لكم ده ان انا عديت الطريق ودورت على النفق وجي في بالي، دي مش حنكه ولا عبقريه، ده ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي لسه عمر، وكاتب لي ان انا ما اتصرفش هذا التصرف يعني اللي مش احسن حاجه. ماشي، مش عايز اقول يعني تصرف يعني ساذج، لان ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا لسه يا ابني لك اجل، تعالى يا ابني، تعالى انت لسه لك عمر هنخلي مخك يشتغل عشان انت لسه لك عمر. الناس وهم انا لما شفت الحادثه، وانا طبعا انا بتكلم بعد ما الحادثه عدت بفتره طويله، يعني الناس يا عيني بيعدوا الطريق واللي واقفين صف بيشاوروا للعربيات. عربيه ايه؟ العربيه ماشيه على 100 كيلو. يعني تخيل انت سواق، انا دلوقتي احنا ماشيين في الطريق صف، فاللي قدامي انا شايف قفاه، انا شايف قفا العربيه اللي قدامي خد شماله وتفاداه، انا هتفاجئ بيك قدامي، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا ماشي على 100 كيلو او ماشي على 70 كيلو او ماشي على 80 كيلو، هعمل ايه؟ يعني مهما كانت قوه الفرامل بتاعتي هعمل ايه يعني؟ انا هخبطك، انتهى الموضوع خلاص. ومش بمزاجي، مش هخبطك بمزاجي، انا هعمل ايه؟ نفس القصه يا عيني في الشاب بتاع البايك اللي كان برضه سايق على الكورنيش، وظهر قدامه فجاه حد بيعدي الطريق. يا عيني الواد مسح الكورنيش كله، انا ما اعرفش طبعا ايه اللي جراله، لكن الوضع هنا مختلف. ليه؟ لان البايك صغير وعنده قدره عاليه على المناوره، فالشاب اللي كان سايق البايك اختار ان هو يضحي بنفسه في سبيل ان هو ما يضحيش بالشخص اللي كان بيعدي الطريق. بتاع الميكروباص ما كانش عنده اختيارات، اصل الميكروباص عريض وقدره الميكروباص على المناوره مش عاليه، وانتوا واقفين له صف، يعني مش بيفادي واحد، ده بيفادي صف. فنخلي بالنا يا جماعه، نخلي بالنا يا جماعه، ونحكم العقل، بلاش مشي في نص الطريق حتى لو الطريق فاضي، لان ممكن اوت اوف نو وير يطلع لك زي انا كده النهارده. انا برجع، مع اني راجع بالراحه، انا برجع واقف، ارجع واقف لما ببقى مش كاشف الطريق، مش كاشف العربيات اللي جايه، لان برضه صحيح الشارع فاضي، بس برضه ممكن يبقى في حد. بتاع التوك توك ماشي على اساس ان مفيش حد صاحي دلوقتي، فماشي لازق في العربيات اللي راكنه على اساس ان مفيش ولا عربيه منهم هتركب. الحمد لله ستر ربنا ان هو لحق يفادي، وان انا برجع سنه واقف، ارجع سنه واقف، ارجع سنه واقف، فما حصلش حاجه. نحكم بس العقل ونصبر ماشي. صباح الفل. شايفين اهو فيديو زي ده، حته كده جت في بالي، فيديو زي ده لولا ان انا فاتح الكاميرا ما كانش اتصور، فتفتح الكاميرا ربنا يفتح عليك. صباح الفل.